السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل الحلو سهل وبسيط. من ساعة ما طلعنا من رمضان ما عملناش طبعا حلو. هنجيب النهاردة هنعمل السمبوسة. فايدة عندي علبة سمبوسة في الفريزر، فقلنا نعملها نطلعها ونعملها للولاد. هنجيب عجوة معانا، هنحطها في معلقة زبدة ونهدي عليها على النار على الآخر لغاية ما تسيح. ومعانا الشوكولاتة طبعا بنسيحها على البخار، ومعانا أي نوع مكسرات، أي نوع مكسرات سوداني بس أو مكسرات تانية معاه. هنحط عليه جزء من الشوكولاتة اللي احنا مسيحينها على البخار، والجزء التاني هنحتاجه بعدين. هنقلبهم كويس، والعجوة كده كمان بقت جاهزة وبنحشي بيها. مش انا اللي بحشي ده على فكرة، اللي بعمل السمبوسك دي بنتي، فقالت لي انا اللي هعملها. قلت لها مفيش مشكلة. ودي كمان العجوة مسيحاها بعد ما سيحتها بالزبدة وكده. وطريقتها سهلة وبسيطة وما خدتش وقت، على طول. شايفين المكسرات بعد ما تتحط عليها الشوكولاتة شكلها عامل ازاي. حاجة سريعة قوي قوي للولاد، ما خدتش وقت يعني، وبسيطة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وطريقتها سهلة والله خالص. هنكمل كده، جزء بنحشيه بالعجوة وجزء بنحشيه بالشوكولاتة. هندهن الوش بتاعها كده بالزبدة خفيف خالص، وتدخليها الفرن. ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش دقيقتين يعني على النار في الفرن. وطلعناها، وبالشوكولاتة الباقية عندنا بنغطسها جوه الشوكولاتة ونطلعها في طبق. طريقة سهلة وبسيطة وبتعجب الولاد، بيحبوا الحاجات اللي بالشوكولاتة كده. يا رب تكون عجبتكم، وشكرا والسلام عليكم.